عسلامة، مرحبا بكم. شنو احوالكم؟ لاباس؟ مرحبا بكم في قناة لطيفة كيتشن. اليوم باش نقدموا مع بعضنا الأكلة عنا تقليدية، قيروانية، مية مية معناها، من الحلو التونسي، دياري، 100%، من أروع ما تاكلوا. هذه اللي مدة وانا كل يوم نقول باش نعملها لكم، وتوا بمناسبة سيدي رمضان بقدرة ربي نحلوا بها بعد الفطور. تجي هايلة ممتازة. نقولوا بسم الله ونبدو. وصفتنا اليوم احترافية، تجي خارقة العادة، ولا متاع المحلات، ومقادير مضبوطة. يعني الكيلة الزمنية والبنة الزمنية بقدرة الله تو تجربوها وتقولوا لي رايكم. هنا عنا 3 كيلات سميد أرطب، أي حاجة باش تكيلوا بها هذيك تمشي على الكل. 3 كيلات نتاع سميد أرطب وكيلة نتاع فرينة، ومعاها راس مغلفة نتاع ملح كما شفتوا اللي حطيتها أول مرة. أكل سميد الفينو الرطب، ما نعملوش لك الوسطاني لك الحرش، الفينو على الاخر اللي يشبه الفرينة. فهم؟ خلطوهم مع بعضنا بالكدا كما تشوفوا، نبسوها بالكدا بالكدا. انا ماذا بيا نخدم. غسلوا يديكم واخدموا بيديكم راهو باش تتبسوا الزيت وتعطوا الحاجه حقها بالكدا. اللي قون نحب نخدم بها لك مش في كل شيء. الزيت صبيت هنا زيت زيتونه، زيتونه اللي يجي بنا ما نقولكمش كيفاش، ولكن يلزمه دافي، ماهوش سخون برشا وماهوش بارد، يلزمه الذوذ كما تشوفوا. نبسوا بيه، نعملوا كيله على كل كيلات كل نفس الكيله اللي قيسنا بها نعملوا بها كيله واحده نتاع زيت زيتونه، نبسوها بالكدا بالكدا. هو راهو يلزمها يما يبات ليله كامله، فما اللي يخليها ليلتين. انا راني اكتفيت ب8 سوايع فقط. وين ترتحيه المقروض هذايا وين يجي بن على بنه وما يجيش مشقق، ويجي من اروع ما يكون كما تشوفوا. وبعمركم ما تعجنوا، ديما بسوا بيديكم حتى كيف باش نضيفوا له بعد الاضافات الاخرى. ديما بسوا بالكدا بالكدا، وباش نخلوه يرتاح هكا نثبتوه شويه كما شفتوا، وباش نغطوه نخلوه يرتاح اقل شيء اقل شيء مش يلاقي وقت 4 سوايع اقل شيء. خلوه على شيره. هنا جبت الماء، ماء عملته سخون سخون، كيلة زادة نفس الشيء كيما الزيت، وحطيت فيها ملعقة صغيرة نتاع قرفة، وزوز ملاعق صغار كيما تشوفوا نتاع زعفران. ما تعملوش الكركم. الكركم هذه توصية خاصة، راهو يمرر العجينة، يمرر المطعم وما يجيش بني بالكل المقروض. هذه حطيتها في المسخون باش يذوبك الشعر نتاع الزعفران، ونخليها حتى هي ترتاح وقت اللي باش نجبد النعجن، وباش نبدا نخدم المقروض نتاعي نخرجها. وباش نضيف له ملعقتين حتى ل4 ملاعق مزهر، نغطيها ونخليها على جنب. وباش نمشي للشحور، كيلتين متاع سكر بنفس الكيلة اللي كيلت بها السميد والفرينة والزيت والماء، كيلتين تاع سكر وكيلة متاع ماء، باش نخليها تغلى. وباش نضيف لها ملعقتين نتاع حامض حين ما تبدا تغلى. هي غلت وانا ضفت لها الحامض، نخلطها تخليطه خفيفه ونخليه يغلي 10 دقائق. قبل 10 دقائق 8 دقائق هكاك نضيف طريف متاع حكايه ملعقتين نتاع زهر زاد كيما تشوف، وخليه يجي دقيقة ولا 2 ونقص عليه. هنا خليت كل شيء يرتاح مع بعضه. باش نصفي رجعت الماء هذايا اللي باش نعجن بيه العجينة، صفيته من الشعر ومن كل شيء. شوفوا لهنا كيفاش سميد شرب على محلاه، يعني شرب ولا يعني تفترش كيما هكا بالضبط. وخذا بعضه باش نزيد نصبله بالطريف ونخلط.
الماء هذاك المفوح راهو إديال من أحسن ما يكون، يعني راهو برشا وصفات في المقروض هذيا الممتازة، ما فيها حتى منازع. جربوها ما كومش باش تندموا. زيد صبيت الكيلة خاطر أنا مالفة بطبيعة الحال نخدم فيه مقروض يجي بالضبط. انتم صبوا بشوية باش ما يغلبكمش، بعمركم ما تعجنوا. لموا لمان كيما تشوفوا انا، بعمركم ما تعجنوا، خاطر اذا كان راهي تفسد معناها ما تجيش ناجحة الوصفة كيما تشوفوا. حتى لين يتشرب ماء وتولي عجينة ليس ولينة على الاخر. شوفوا قاعدة تطرى في يدي بالكدا بالكدا. هلا هي تاخذ شوية وقت حقيقة، يعني ياخذ ليد، لكن من قبل ما تاكلوا. وراو كيف نكملوا نعجنوها نزيدو نخلوها ترتاح على الأقل نصيف ساعة من زمان. نغطوها بحاجة كيما البابي فيلم، بابي ألمنيوم، ماهوش الألمنيوم الآخر، بابي فيلم أصل. نعملوها ماذا بينا على طريقتين باش ما يتشحش العجينة، ماذا بينا ما تعملش شكل القشرة الفوقانية. كي تعمليها بالمنديل راهي تعمل قشرة فوقانية، واحنا ما حاجتناش بها هكا، كان يلزمها ليس في اليد كيف نبرموها في يدينا. تكون عطيتنا الطوع وما تتشققش كيما تشوفوا بالضبط. باش نغطيها بالكدا ونحطها على جنب. باش نزيدها لفة أخرى نطمن عليها بالطريقة هذيك اللي هي توا معناها ملفوفة بكل ما يدخلهاش الهواء. وحطها شوية على جنب. هذاك التمر انا خذيت كيلو تمر نتاع دقلة. شوفوا المنظر اللي فيه هو باش يرجع بطبيعة الحال كيف نحل كعبة المقروض تلقوا الكولر هذاك في باهت وعلى محلاه كيف وكيف العجينة. صبيت له ما قلش من 6 ملاعق، عملت له نتاع زيت زيتونة، وعملت له ملعقة نتاع قرفة وتعجنوه. زيد نفس الشيء ماهوش عجينة باليد، حلان يعني ولمان. يلزمك يكون كيما العجينة نتاع المقروض ليس على الاخر وعلى محلها تبدا رطبة وتعطيك الطوع في زاد البرمان. كمل ضفت الزيت وباش نعمل لها على الأقل 3 ملاعق. حطيت مزهر فيه يجي 4 5 كعبات قرنفل أكل مسمار، ثم اللي شكون يقول مسمار. ما نهرسوش باش ما يجيش قوي ياسر لكن يجي مفوح، يزيدها بنة على بنة. هذا هي اللفاح متاعنا الرئيسي الرسمي متاع الأكلة هذه الزمنية، الحلويات الزمنية. زدت صبيتها كيما هكاكا وشوفوا كيفاش باش نضيف لها 1.5 ملعقة متاع جلجلان، ملعقتين هكاكا على محلاهم. وبعدين باش نضيف يما طريف لوز ولا طريف فستق المقروضة كالرقيق الجويد الصغرونة ذاك. ما هذه جلجلان ضفت لها يجي بنة على بن. شفت كيفاش ترى في يديا وعلى محلاه جا. نجموا تشروه حاضر، خطر موجود. واللي ما نجمش عندك بالعكس الدقلة متاعك تفوريها وترحيها وتجي ما شاء الله بالطريقة هذه. شوفوا تحت الضوء على محلاها. هذه يلزمنا يكون كيكاكا اللفة متاعها. نغطيه زادة نفس الشيء باش نجبد نبدأ نخدم العجينة. شوفوا
راني ما نقصت حتى شي باش تشوفوا تلاحظوا بالتدقيق معناه اللي باش نعمله. حليت العجينة هكاكا، عملت لها كالساقية هذيك باش نحط فيها انا التمر، العجين تاع التمر معناها تاع الدقل. ما عندوش دقلة راه ماهوش مشكل اي تمر، لكن الدقلة تجي صفرة وعلى محلها كاينها من داخل كيف تحليها كاينها مش موجود التمر، على ما يظل كلار واحد هو والعجين من داخل. النصيحة يلزمكم وين تريحوها العجينة ونجيكم صفرة هكايرة، حتى كي تعملوا لها الزعفران وما تريحوهاش راهو يجي بيضة وما تعطيش بالكولير بالكل راهو. شوفوا كيفاش نبرمها بالقدا، نحلها شويه وباش عندي القالب نتاع المقروض، اللي ما عندوش قالب راهو ينجم يعملها حتى برق البلاطه رقيقه كيما هكايا نتاع 3 سنتيمتر، ينجم يخدمها. مش باش تجي مزينه بطبيعه الحال، لكن تجيك مسنتره بالقدا يعني كيما تشوفوا. فما طريقتين، ما كتنحي الحاشيه نتاع الجناب، والا تخافي المبتدئه معناها اللي تخاف باش يخرج لها التمر على الجناب، تولي تعملها ارق شوي وتحل بديها دوب على كل القالب نتاع المقروض، وتلم الجناب بركه من غير ما تنحي الجناب، يعني تلمهم لمان. شوفوا كيفاش جت على محلاه، ما يلزموش يجي خشين خاطر تحلو فيه. حتى في تطيبه يلزم سلة وفيه برشا زيت، معناها معون صغير باش يلم لكم الزيت كله يجي غاطس فيه، ما يظلش معناها معون واسع، ما كانش تحلو فيه ويجي ني. بالطريقة هذه وتو نشوفوه تدريجيا كيفاش يلزم يجي رهيف ياسر ياسر بالطريقة هذه. لا نعملوا له الخميرة ما يتفلسفوا ياسر، لا نعملوا الخميرة ولا نعملوا باني ولا نعملوا حتى شيء. المطعم هذا تشوفوا القورة وما فمش بنت بالكل، وتجي زادة كيف تعطيها كارها في تركيح العجينة متاعها، يجي على محلاه وهشوش. تو تشوفوا النتيجة كيفاش. شوفوا كيفاش ما شاء الله، معناه ما اكونش مجبورين باش تعملوا الحواشي ما تنحوهمش، تنجموا ما تنحوهمش وتضعفوا شوي فقط، معناه باش يجي جيست على الليبور متاعه ما يخرجش منه ومن العجين حدكم تلموا لمان. شوفوا ما نعملوش كعبات كبار، يظلوا منظرهم في العين حلوين ياسر. وبالطريقة هذه نكملوا الكعبات متاعنا الكل. نكملوا كيفاش باش نوريلكم حتى النوعية الأخرى كان الصغيرة تجي معناها حكاية أسبوع هكايا نعملوها رقيقة ياسر باش نجم نتحكموا فيها وتسخري أكثر شيء ممكن من غير حتى قالب. نجمي تعملي معناها تومري بالقالب على الزينة، تنجمي تخليه كيكاكا ماشي مشكل. كيما تشوفوا ماذا بيكم ما تخرجوش على الوسط بالتمر اللي تحطوه معنا العجينة التمر باش ما تبنكمش الحاشية متاعه راهي تفسد. جوك عباد على محلاهم ما شاء الله. تو نشوفهم في النتيجة كيفاش يجي. نحلو ديما كالساقية هذيك من غير ما نوصلوا للقاع مرة واحدة، وزاد ما نخلوهاش خشينة باش بعدين نجمو نبرم كل يجو كي بعض متساويين. نقصوا اللي الزايد كما شفتوا، نسكروا القفلة بالقدا بالقدا.
فيه شوية تركيز فقط معناها، وتعملوا هاك لي زاستيس اللي قلت لكم عليها، يجي من أروع ما تاكل. أنا ديما نحبذ نتاع الدياري اللي نعملو بيدي، بصراحة ما نشريش خاطر مش نفس الشيء ومش نفس المطعم، مش نفس الهشة بصراحة. هنا نكملو كيما تشوفوا، باش نكمل نقص كيما العادة، قصيت وعملت مكعبات هكاكا، باش نزيد نجيب الطرف الاخر اللي يفضل لي. مش مشكلة كي تعملوا اطول من القالب، تنجموا تكملوا تكميل هكاكا. نفس الشيء نزيدوا نلموه بالقالب على جناب. ديما نحاولوا نلمو كأنها مطروحة، سي مطروحة معناها فماش حتى اشكالية، ونلمو بيدينا. هنا نكملوا كعيباتنا بالطريقة هذه. عملت حتى الكعيبات صغيرين مرة واحدة وتنزيد نشوفه. هنا باش نوري لكم كيفاش ما نقصش الحواشي، باش ما يخرج لكمش المقروض وقت القليان. شوفوا نفس النتيجة راهي تجي. المهم تعملوهم مشخشان يعذبوكم في التتيب، وفما اللي تغلبه معناها ويجي ني، وممكن يطيب لكم احمر، وما يلزموش يجي احمر خاطر يلزمها دوب ما يبدا يصفر يتنحى، لكن يظل يطيب راهو وعلى نار هاديه بالكدا بالكدا. هنا باش نقص من غير القالب، نحاولوا حكاية صبع هكايا أكثر شوي، ونصغروا أقل شيء ممكن. بديت نقص من الشيرة الأخرى ما شفتوهاش كيما تشوفوا من غير قالب عملتها، تجي أحلى محلى مكعبات صغرونين على الآخر خاطر كل واحد وشهوته. عملت لهم المتوسط، وهذايا معناها بالكدا بالكعبة كاملة، وهذوما زغرونات، وهذوما هما كعباتنا. باش نمشي تو القليان، حطيت الزيت يسخن بالكدا بالكدا ومنقص عليه على الاخر، نحط في طنجرة غارقة باش يساعدني في التطيب. الزيت يبدأ كل مجمم عليها. شوفوا كيفاش قاعد يطيب، باش نحاول تعرفوا كيفاش تحركوا. خرجت معناها تفادي البرشا وقت، معناها بديت نخدم فيه كما تشوفوني. حبيت نوريكم بركة كيفاش تكون النتيجة نتاعها في التطيب. شوفوا ما يلزموش احمر كما تشوفوا. حطيت الشحور متاعي بجنبي، يلزمها شحور عاقد كما شفتوا. اعملوا الكيال اللي عطيته لكم بالضبط. انا وقت اللي طيبته جاب بالضبط كيما الشحور، وقد ما قد كعبات تاع الوحي، وجا ما شاء الله زاكي وبرشا جا. حطينا نزيد نطيب هذوما، ورجعت الكعبات اللي غطستهم في العسل وباش يستقطروا في الكسكاس. حطيت عليهم الجلجلان، كل طبقة تحطي عليها طريف جلجلان ترشيه، سواء عندك ابيض ولا اصفر مش مشكل. هكا تنقيتك لك على ذاك الساعات تخرج طريف من الجناب ولا حاجة، راهو يتنحى بعدين. وهكاكا كيفاش قلينا
وريتكم المنظر متاعها على ما أحلاه جا. شوفوا كاللمعة اللي فيه، وسبحان الله تخرجيه معناها بيج لونه. شوفوا، وبعدين يعطي بك شوية كاللمعة والواحد يولي خارق العادة في الثياب. شوفوا النتيجة. هذايا المقروض متاعنا كيفاش جا. ماذا بيا ما دخلش قناة لطيفة كيتشن يعمل شير ولايك وسبسكرايب، خلي تكبر قناتنا وينتفع الجميع. وعنا برشا حاجات مزيانة باش نعملوها من الحلويات ومن المملحات ومن الأكلات، الوصفات اليومية في سيد رمضان. انتظروني، لكن نحب برشا جمال ونحب برشا لايكات وشير وسبسكرايب. وخلي تكبر قناتنا، اعملوا لي لالوف وتلقوا كان ما يصركم قدرة الله، ونعطيكم ليزاستيس كلها كيما شاهين وكيما حابين. شوفوا كيفاش جاء ما شاء الله البنة والرائحة، ما نقولكمش تحفة تحفة تحفة. هذا هو مقروضنا، المقروض التونسي على سن ورمح. هذا يا مقروضنا، نقولكم مرحبا. شوفوا جاء كونتيتي، راهي ماشي هذه الكونتيتي بركة، مازال قدها اخر. هذه اللي صورته بركة جت ما شاء الله كونتيتي مزيانة بك اللي عملناها مع بعضنا. هذه هي وصفة اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم ونقولوا الحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء في وصفة أخرى من قناة لطيفة كيتشن.